الجزائري. نبدا ببلال بوطوبه اذا كانت الصور موجوده، او رفيق غويتان، واحد 18 سنه غويتان و19 سنه بالنسبه لبوطوبه اذا كانت الصور موجوده يعلق لنا عليها محمد صالح ام لا. لدينا ايضا بلال بوطوبه تاخر شويه يعني البروز. هذا بوطوبه بلال بوطوبه اكتشاف الارجنتيني مارسيليو بييلسا في اولمبيك مارسيليا. غادر اولمبيك مارسيليا، رفض يعني تجديد او رفض توقيع عقد احترافي وتنقل الى النادي الثاني لاشبيليا. يعني ما هو مركزه محمد؟ يلعب في وسط الميدان الهجومي على الاروقه وكصانع العاب. هو لاعب في عمره 19 سنه، لكن نعم. مازال حاليا ما تألقش. هو موجود في اشبيليا الان، هذا اشبيليا الفريق الثاني ولا يلعب يعني كاساسي، مازال لكن يبقى سنه 19 يعني صغير. ممكن مع المستقبل. نعم. عنده عم اللاعب كان يلعب في فرنسا، عم اللاعب كان يلعب في نادي كان، لعب سنوات، لعب مع لما اعتقد لعب مع كمال قاسي سعيد في نادي كان. نعم 1997. نعم. نتحدث عن غويتان يونس، 18 سنه، يلعب في لو هافر ويمثل المنتخب اقل من 19 سنه الفرنسي. هو احدث اكتشافات مدرسه لو هافر. جميعنا يعرف مدرسه لو هافر، هي اللي خرجت محرز، هي اللي خرجت بوجبا، هي اللي خرجت ماندادا الحارس اولمبيك مارسيليا. اذا هي من اكبر، هو عميد الانديه الفرنسيه. نعم. يعني غويتان هو وكاين انباء انه مطلوب في الدوري الانجليزي، مطلوب في الدوري الاسباني، حتى وانه يشارك كبديل. ما هو مركزه يونس؟ يلعب كمتوسط ميدان. هل لدينا صور بخصوص هذا اللاعب حمزه؟ هذه الصور. نعم تفضل. الهدف الوحيد اللي سجله لاعب السنه، دخل التشكيله المثاليه لاكتشافات الدرجه الثانيه الفرنسيه خلال مرحله الذهاب، ولو انه شارك كبديل فقط. هو يلعب الى جانب فرحات في لو هافر. نعم. لدينا ايضا حكيم المقدم، 18 سنه من نادي تولوز، يلعب مع منتخب اقل من 19 سنه الفرنسي. هذا هو محمد. مثال عن لاعبين يعني الشباب ينشطوا في المنتخب الفرنسي. هو يقال عنه الكثير، انتقل الى تولوز قبل عامين على ما اعتقد. يبقى هو من الافضل، يعني كان من الافضل تكون لجنه يعني مستقله عن المديريه الفنيه تراقب هاد اللاعبين، مثل ما كنا نتحدثوا. يكون اختيار الافضل، يتم استدعائهم للمنتخبات الوطنيه حتى لا نجد يعني. هو حتى هذا الصور ما تقدرش تعطيك يعني نبذه واضحه. كان من الافضل يعني يكون لجنه مستقله من لاعبين قدامى ومكتشفين يعني. هناك ايضا حتى في بلجيكا محمد لاعب احمد طوبه 19 سنه يلعب. احمد طوبه لعب الموسم الماضي، كان يلعب في نادي كلوب بروج بطل بلجيكا قبل موسمين. كان لعب العديد من المباريات كاساسي. بعدها يعني كان هناك بعض علامات الاستفهام حول غيابه في الاونه الاخيره. ما راش يلعب مع نادي كلوب بروج. ظهير ايسر يلعب في يشغل الرواق الايسر كله، سواء كمدافع ايسر او جناح ايسر، ويلعب ومثل منتخب بلجيكا في الفتره الاخيره. يعني من اللاعبين القلائل اللي نجدهم اللاعبين الجزائريين لعبوا في منتخبات اخرى دون فرنسا. كاين عدد قليل جدا من اللاعبين. كاين ريان مدور ب 19 سنه يلعب في اندرلخت. نعم في بلجيكا محمد. حتى هو يلعب في بلجيكا، لكن امثله قليله. نعطيك رقم يا محمد. الجزائر استفادت في المنتخب الاول استفادت من حوالي 109 لاعبين مغتربين يعني تكونوا في اوروبا. من 109 عندنا 3 لاعبين فقط تكونوا خارج فرنسا. نلعب كريم بريدجي في هولندا، لاعب كريم بنيامينا في المانيا، ولاعب حركوك يعرفوا بن شيخ لعب في الثمانينات في بريطانيا، يعني هو من مواليد لندن. بقيه المغتربين تكونوا في فرنسا، عكس مثلا المنتخب المغربي. المنتخب المغربي عنده في المانيا، عنده في السويد، في النرويج، في بلجيكا، في فرنسا، في اسبانيا. هناك لاعب اخر اسمه امين نقويري 17 سنه يلعب ايضا في ليون.
بن شيخ أريدك أن تعلق على هذه اللقطات التي نشاهدها حاليا. أنا شخصيا أعجبني، يبدو لاعبا موهوبا أيضا. الكل يتحدث عن عوار في ليون، لكن هناك لاعب آخر في منتخب أقل من 18 عام اسمه أمين غويري. تفضل بن شيخ إن كنت تريد تعليق على هذا اللاعب. رقم 9. رقم 9 طبعا. استنى نشوفه. ويلعب مع عدلي الذي شاهدناه منذ قليل، يلعب هنا في منتخب فرنسا. وبالمناسبة هداف الأولمبيك ليون لأقل من 19 سنة هو الهداف. هو الهداف. مع الفريق الاول. نعم، هداف نادي ليون لأقل من 19 سنة. كما قال محمد صالح تم استدعاءه الفريق الأول. في أوروبا ليغ دخل كاحتياطي على لعب مع الفريق الأول لليون هذا الموسم. تم استدعاءه 17 سنة ولعب. 17 سنة. 17 سنة في الفريق الأول. هذه مع عدلي، هذه 1-2 مع عدلي. هذه في غويري وعدلي. العالم بالهند الأخير. أقل من 17 سنة. إذا مثل ما تشاهدون هذه لقطات ل أمين غويري 17 سنة لاعب نادي ليون. إذا الشباب الجزائريون موجودون بقوة هناك في فرنسا. يقال أنه ريال مدريد حاب ينتدب. ريال مدريد هو حتى الأندية الفرنسية تعرف كيفية تسويق لاعبيها، حتى ولو يكون يعني خاصة نادي ليون. لا، نادي ليون عنده مدرسة أكبر أكيد أفضل المدارس تكون في العالم. أعتقد أننا وفيناهم حقهم اليوم، اللاعبين الشبان المغتربين. نتمنى أن يدافعوا عن الألوان الوطنية يوما ما. نترك إذا